السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ سارة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة فيديو جديد بعد غياب طويل جدا، والاول ايه؟ يوم للينا في الحضانة، وقلت اشارككم اليوم ده علشان اليوم ده لازم يبقى مميز جدا ولازم احتفظ بيه، وكمان عشان وحشتوني جدا وحشني التصوير وحشني الروتينات، بس غصب عني ان انا مش عارفة اعمل فيديوهات بسبب ضغط شغلي وبسبب اني ما كنتش فاضية. بس ان شاء الله بحضر لحاجة جديدة في الايام الجاية، واحاول اصور معاكم معظم الفيديوهات، وهنزل لكم حاجات جميله زي ما كنتوا بتحبوا تتابعوني وبتحبوا الفيديوهات والروتينات الجميله مني. اتمنى قبل ما نبدا الفيديو اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكمان تعليق منك يحفزني. وخلينا نبدا واقول لك انا حضرت ازاي التحضيرات وكان اليوم ماشي ازاي من اوله لاخره. اول حاجه كده انا في دخلة الحضانه او في دخلة اي حاجه بجيب علبه شوكولاتة، وبجيب لها كمان بسكوت، وبجيب اي نوع كده من البسكوت اللي هي بتكون حباه عامة. يعني البتاعة دي كان طعمها حلو قوي مع انها مش غالية خالص، كانت بجنيه. جبت لها كرتونة كده ب20 علشان اديها كل يوم 2 مثلا. طعمها حلو قوي، وشوكولاتتها فعلا يعني مقربة للبندق بحاجة بعيدة كده، بس طعمها حلو بالنسبة لسعرها يعني. فجبت علبة فيها 20 قطعة كده، قلت تاخد 2 كل يوم احسن من الشيبسيات والفلوس والكلام ده كله. وجبت كمان بسكوت تقليد الاوريو عامة، حلو برضو وطعمه لذيذ مش وحش، قلت برضو هديها معاها واحد. وجبت علبة شوكولاتة، وجبت كمان لانشون، وجبت العيش الفينو طبعا عشان السندوتشات اللي هتاخدها. وجبت كمان الجبنه رومي، وطبيعي لينا بنتي مش كيفة اوي جبنه رومي، فطبيعي هترجع بيها يعني، فقلت ما اديها نص بس كده من نفسها. عرفت تاكله وكده، انا عايزه اعودها على كل حاجه تاكلها، مش عايزاها تمنع حاجه، لان كل حاجه فيها غذاء وفيها افاده ليها. فانا عايزاها تحب كل حاجه، مش عايزاها ما تحبش ده او ده، وعايزه اعودها على كده. هي بتحب الكاتشب جدا، فهحط لك الكيس ده برضو معاها اللي جاي مع الجبنه. اول حاجه كده عملت لها لانشون، عملت لها واحد كده لانشون، وقلت هقسمه لها 2 كده واحطه لها في اللانش بوكس وكده. هي طبعا انا بدي لبنتي على قد الكميه اللي هتاكلها، كل واحد بيدي على قد الكميه. وطبيعي انا اديتها زياده في اليوم ده بصراحه، لان انا كنت رايحه معاها وقلت بقى هاكلها وكده. وطبيعي برضو ما كانتش غير واحد فقط، يعني ما كانتش حاجه من اللي انا حطاها دي، انا حطيت لها انصاص وما كانتش كل اللي انا حطاه. فطبيعي العيل انتي عارفه الكميه اللي بياكلها حاولي تديله على قده علشان ما يرجعش الباقي ناشف او يرميه او الكلام ده كله. هنا بقى انا عايزه اقول لكم ان لينا بنتي كانت فرحانه جدا باللانش بوكس بتاعها قوي، وان هي بقى صباح راحه حضانه وكده، فكانت فرحانه قوي بصراحه. انا عامه وديتها حضانه قبل كده، بس اول مره يعني تخش KG1 تاسيس، هي مش يعني خدت الحاجات الصغننه، فلسه اول سنه ليها KG1 بقى. فانا طبعا كنت مبسوطه بيها جدا، ربنا يبارك فيها يا رب ويبارك في اولادكم. قلت بقى اعمل لها نص واحد كده من الشوكولاته تحلي بيه، وكمان علشان ما تضرش سنانها اكتر ما هي متضره من نفسها، وعشان هي برضو بتحب الشوكولاته، فقلت اديها نص واحد بس، بحيث ان هي ما تاكلش منها كتير وفي نفس الوقت تاخد رغبتها. فقلت خلينا اقل حاجه شوكولاته كده، وعملت لها نص زي ما انتم شايفين كده، وهقسمه بالسكينه وهبدا احطه في اللانش بوكس. هنا بقى انا كنت بشوف بصراحه يعني هو بصراحه اللانش بوكس حلو قوي صغير على قدها، وانا بختاره، ما حبيتش اجيب حاجه كبيره قوي تزحم العيل او يكون يعني كبير كده ومسحوم في الشنطه. حبيت اجيب حاجه صغيره تتحط في الشنطه معاها، تقدر تطلعها ما تفضلش شايلاها طول ما هي رايحه وجايه او تضيعه كده يعني. حاولت ان انا اغلف الشوكولاته علشان خاطر ما يبقاش يعني تاخد من طعم الجبنه، تاخد من طعمها او اللانشون، فحاولت اغلفها لوحدها كده علشان برضو المس او ايا كان وهما بيفتحوا حاجه يعرفوا ان ده يعني كذا وده كذا، بحيث ان هما وهو بيدوا الحاجه للعيل يبقى عارفين ان هما ياكلوا الاول الحادق وبعد كده هيحلوا بكذا. هنا حطت لها حوالي يعني رغيفين، كانت منهم واحد وجابت الباقي زي ما هو بس يعني كويس انها يعني كلت اي حاجه في الاخر. انا عامه بنتي يعني فظيعه بصراحه. قولوا لي اولادكم كده بيتعبوكوا في الاكل واختياراتهم والكلام ده، ولا انا لوحدي اللي متعذبه في الحوار ده؟ حطيتها طبعا كيس الكاتشب لانها بتحب الكاتشب جدا. هنا بقى بحط لها شوكولاتايه من دي بالشكل ده،
انا بصراحه ما حبيتش افتحها وولات الدنيا وكده، فقلت احط لها بكيستها يعني. وحطيتها لها بالشكل ده. برضو ما رضيتش افتح البسكوت علشان ما يتراش منها، او هي بتفتح يقع منها او حاجه، بحيث انه لو وقع في الكيس يبقى محكم وتفتحه هي براحتها. حطيته برضو في اللانش بوكس من فوق كده. حاولت ان انا احكم كل حاجه في اللانش بوكس بحيث ان هي يكون حاجه واحده فيها كل حاجة خاصة بيها. طبعا حبيت اول يوم كده يكون حاجة يعني بسيطة كده وترفيهية ليها، ما حبيتش احط لها بقى فاكهة وحاجات من دي في الاول. طبعا هي بصوا يعني بتتضايق جدا من الحاجات دي، فقلت احط لها الحاجات اللي هي بتحبها اول يوم علشان تكون مبسوطة ومرتاحة وتكون حابة اللي هي راحاه وحابة الموضوع وكده. فقلت اعمل لها كل حاجة هي عايزاها وافرحها. هنا بقى قفلنا اللانش بوكس وخلصنا. كنت جايبه لها برضو حاجات كده زي مولتن. هنا بقى المولت قلته عشان لو هي حبت برضو تحلي يعني، فهو بالكريمه والفراوله طعمه حلو قوي على فكره. وجبت لها كمان عصير، انا عارفه ان هو كتير وعارفه ان هي رجعت بيه، بس انا قلت بصراحه افرحها واول يوم احط لها حاجات وكده، وكنت انا مبسوطه بيها جدا. فاكيد مش كل يوم هيبقى بالمنظر ده، اكيد انا هقلل شويه لان هي رجعت بالحاجات وحرام يعني ان هي ترجع والحاجات تبوظ وكده. هنا بقى الشنطة حطيت فيها بدأت طبعا اشوف الكراسات اللي انا هحطها. هما طبعا لسه ما طلبوش حاجة، فقلت طبيعي بقى زي كل المصريين بيحطوا 3 كراسات انجليزي ومربعات وموسعات اللي هي العربي، فحطت لها ال3 دول واستيكة وقلم وبرية. وقلت اكيد مش هتاخد حاجة اول يوم يعني، فحطت لها الحاجات دي عشان شنطتها ما تكونش فاضية. حضرت لها هدومها، بدأت اصحيها من النوم وغسلت لها كده وغيرت لها ولبستها اليونيفورم بتاعها، وبدأت ان انا اجهز لان اول يوم ده لازم اروح معاها وعلشان اشوف النظام هناك وكده. فبدأت اجهز، وطبعا زي اي مناسبة لازم يطلع حبوب كده في وشي والحمد لله لبست ونزلت. وطبعا استنينا الباص لما نزلنا على الطريق، وبعد كده هي ركبت وانا رحت وراها لان الحضانة انا موديها حضانة برا البلد مش في البلد، حضانة تانية. هنا بقى راحت عجبها الالعاب جدا وقعدت تلعب بقى كتير جدا في الالعاب. حبيت انا المكان بصراحة، المكان حلو قوي وفرحت جدا بالملاهي والحاجات دي قوي. فضلت تلعب وقالت لي صوريني، وصورتها في كام مناطق كده والبلالين زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنا بقى دخلت الفصل بتاعها وكانوا اتقسموا الاسامي، وانا دخلت معاها طبعا علشان اطمن عليها وعلشان ااكلها اي حاجه قبل ما امشي، وفعلا اللي انا اكلته له ما كانتش غيره. خرجت بقى كده حبيت اصور المكان العام يعني. الاطفال كانوا مبسوطين جدا والمكان نظيف جدا جدا. وكده اليوم كان انتهى وانا مشيت وسبتها واستلمتها بعد ما خلصت. واستنوني بقى في فيديو جديد، بحبكم جدا جدا.